وفي الحديث عن الفنون والزمن، فإن الفنون على اختلاف مشاربها وتعدد مسالكها واختلاف مناهجها تختزل الزمن وتطوي المسافات وتمنحك من المشاعر سيلا والكثير فيض من الأحاسيس النابضة وقصص التاريخ. ضيفنا اليوم مشاهدينا الكرام هو فنان وخطاط طوع المعادن الصماء بفنه فأنطقها تاريخا وعبرا وجمالا، فما بين مطرقته وصفائح النحاس التي يعمل عليها ينساب فن فريد يطلعنا عليه ضيفنا الفنان والخطاط أحمد زعتري. نرحب به معنا من بيروت. أهلا وسهلا وصباح الخير. إذا أنت تعمل على التقاط صور من التاريخ، يعني نحن نلتقط اليوم صورا من الحاضر باستخدامها الأجهزة المحمولة والكاميرات، ولكن الفن يستطيع أن يلتقط صورا من التاريخ. لو حدثتنا عن هذه التقنية تحديدا وكيف تختار اللوحات؟ نعم، أولا شكرا للاستضافة أستاذ محمد. ويعني إجابة على السؤال، أنا أختار تلك اللوحات. طبعا هي جزء من أعمالي متنوعة. جزء من هذه الأعمال هي اختيار لوحات تاريخية لها يعني تاريخ، وتكون turning points أو مفاصل تاريخية. منها اللوحات التي كرسها الفنان الفرنسي جوستاف دوري بلوحات يعني رائعة، وحفرها على الخشب، وأنا يعني جعلتها جدارية وحفرتها على النحاس كمان. فهي يعني لوحات تكرس يعني نقاط هامة جدا في التاريخ. نعم، تكريس هذه اللوحات على النحاس تحديدا، يعني عادة عندما نختار موضوعا ما، على سبيل المثال موضوع الطبيعة، الرسم التشكيلي الطبيعي أو الانطباعي أو الفنون الأخرى، تختار الألوان والمواد تكون مرتبطة بالموضوع. النحاس وارتباط هذه المادة باللحظة التاريخية التي ترصدها داخل هذا الإطار. نعم، النحاس يعني هو يعني المادة أو يعني المعدن الذي يصلح أكثر شيء لوصف شيء حصل في تاريخ معين، لأنه بيعطي انطباع القدم. فيعني لما أنفذ تلك اللوحات على خلفية أو على خلفية نحاسية، أنا أعمل على تقنية تقبيب، يعني embossing بالإنجليزي. ثم أعتق بمواد كيماوية، وتخرج اللوحة وكأنها هي الأصل، ولكن يعني بتطلع بأسلوب حلو 2D، كأنه 2D أكيد مش 3D. وهي تصلح ل يعني متاحف أو لمعارض تاريخية يعني متخصصة بالتاريخ، هذا النوع يعني. طيب، ما هي أبرز اللحظات التاريخية التي قبض عليها الفنان في لوحاته النحاسية، الأكثر رسوخا في ذاكرتك ومن الأقرب إلى قلبك؟ نعم، أنا تعلمت يعني بالسبعينات من القرن الماضي، تعلمت تقنية هذا الحفر على المعادن. الفنان إبراهيم مرزوق كان أستاذي رحمه الله، وتعلمت هذه التقنية، ونفذت في الثمانينات وأوائل التسعينات مجموعة حوالي 20 لوحة نحاسية تاريخية، وهناك عشرات غيرها نفذتها، يعني مثل لوحات آيات قرآنية أو أحاديث إلى آخره. ولكن يعني فترة الثمانينات فينا نعتبرها الفترة الذهبية بالنسبة لي يعني بإخراج تلك اللوحات. جميل جدا. هذه اللوحات تحديدا، أنا أتحدث عن الشق التاريخي منها، لا أعرف إلى ماذا تستند. هل تستند إلى لوحات أخرى أم إلى خيال الفنان نفسه؟ نعم، هي صراحة أنا يعني أتتبع يعني الأمور التاريخية، ويعني لجامعة الجنان في طرابلس الفضل، أنا انتسبت لجامعة الجنان قسم التاريخ، فعندي خلفية تاريخية، فأنا أدقق بما يعني أعمل عليه. يعني ما بشتغل بشيء من نسج الخيال، بشتغل بأشياء موثقة، إما يعني بالكتب الدينية مثل القرآن الكريم إلى آخره، The Bible أمرار،
وكتب لمؤرخين. يعني جوستاف دوري لما كتب أو لما مثلا عمل أحد كتبه اسمه ذا كروسيدز، يعني جايب المعلومات من أكثر من مصدر. فأنا أتحقق من ذلك وهيدا، وأكرس تلك اللحظات في لوحة يعني فنية. طيب أستاذ أحمد، يعني في نهاية الأمر ما يصفه الكتاب يختلف إلى حد كبير جدا. كتب التاريخ مليئة بالقصص المختلفة والمتفاوتة والروايات أحيانا التي تصل إلى حد التناقض، ولكن هذا لا يصلح عندما نريد أن نطبعه على لوحة نحاسية ستبقى إلى أجيال قادمة. أين يتدخل الفنان في موضوع الصورة وفي الرواية التاريخية؟ نعم، يعني يجب على الفنان أن يكون واعيا للعمل الذي سيقوم بتنفيذه قبل البدء به. ويعني أنا لما أرضى عن يعني المقدمات حول ما سأصنع أبدأ وأباشر بها، وبيكون عندي يعني بسموه، خلينا نقول أكون مسلحا بوسائل أو أدوات الدفاع عن لوحتي وأناقشها، وهذه يعني تكون يعني ممكن ينعمل عليها حوارات، ويعني تضفي جوا جميلا وتترك أثرا عن اللوحة نفسها. جميل. هذه اللوحات أين توضع؟ هل هنالك أنشطة قمت عليها أو قامت عليها جهات أخرى لتعرض هذه اللوحات؟ وما هي يعني المشاريع المستقبلية بخصوص هذا النمط من الفنون؟ نعم، طبعا شاركت بأكثر من معرض، معرض تاريخي وغير تاريخي يعني. وعندي على الفيسبوك إذا بتحبوا على صفحتي أو حسابي على الفيسبوك وضعت تقريبا كل اللوحات اللي عملت عليها، ومنها معرض في بيروت صار بال2010 وضعت فيها لوحات تاريخية نحاسية وغير نحاسية، وأشتغل على الجلديات كمان بالمناسبة، أعتق الورق ليبدو كأنه بالأزمنة الماضية يعني وهيدا. نعم، والآن أتطلع إن شاء الله أن أنشر 14 لوحة تاريخية نحاسية جدارية ميورالز في أحد المعارض التي قد تستضيفني يعني إن شاء الله. وإن شاء الله نترك للعالم يعني للناس يبدوا رأيهم بالنسبة لها، وإن شاء الله كل شيء بيعجبهم يعني. شكرا جزيلا لك من بيروت الفنان والخطاط اللبناني أحمد زعتري.